هل ستكون عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة سلبية أم إيجابية على النادي؟ برشلونة يعيش واحدة من أفضل فتراته منذ 5 مواسم على المستوى المحلي، فبعد خروج ميسي من برشلونة قبل موسمين كان الفريق يعاني كثيرا، خصوصا في موسمه الأول بعد خروجهم بموسم صفري والخروج من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسمين على التوالي. والسبب يعود إلى أن جميع لاعبي برشلونة كانوا يستندون على ميسي في الأهداف الحاسمة والتمريرات وصناعة اللعب والبناء، فبعد خروجه أصبح الفريق مشتتا وغير مستقر فنيا وتكتيكيا وذهنيا. أما الآن أصبح الفريق يلعب كمنظومة واحدة ومستقرة وتكتيك منتظم، وقرار عودة ميسي قد يكون خللا في تشكيلة الفريق المستقبلية وعائقا أمام مشروع النادي. وفي حال عودة ليونيل ميسي ستجبر الإدارة على بيع عدة لاعبين بسبب قانون اللعب المالي النظيف. ثانيا، الإيرادات المالية. إذا رفض ليونيل ميسي عرضا بقيمة 500 مليون يورو من نادي الهلال السعودي، فلن يقبل ميسي بأقل من راتب ضخم مقارنة بالعرض المقدم له. فميسي يقضي أيامه الأخيرة في عالم كرة القدم، فهو يريد تأمين مستقبله المادي، وهذا ما سيكلف النادي ثقل كبير على الخزائن. كما أن إدارة برشلونة متهمة بقضايا فساد والحكام المعروفة بقضية نيغريرا التي يتم التحقيق بها من قبل الاتحاد الإسباني، وفي حال ثبوت هذه التهم فقد تفرض على برشلونة عقوبات صارمة قد تكون خصم نقاط أو الحرمان من المشاركة أوروبيا أو الهبوط إلى الدرجة الثانية. وقرار عودة ميسي سيكون مجازفة كبيرة من اللاعب.